مساكم الله بالخير. يلا الحين وجوجتي واحد من أفضل المطاعم الصينية في دبي، إذا مو العالم بعد. يلا معاي. المطعم قدم قائمة جديدة اسمها Only at. فاليوم بنتذوق القائمة الجديدة اللي في المطعم الصيني. ومثل ما قلت لكم 10 أيام أكتوبر يبدأ خلاص إن شاء الله، كله فعاليات، كل أشياء موجودة في دبي. حتبدأ القعدات في الهواء الطلق، حتنتعش مرة. واكبر شيء حيكون في اكتوبر في 31 افتتاح دبي بارك اند ريزورت، وعقبها بيوم في 1 نوفمبر القرية العالمية في موسمها ال21. ما شاء الله لا قوة الا بالله، في ناس على طول عرف المطعم. اي نعم، هو نفسه اللي ارسلتوا لي، هو اللي حروح ان شاء الله الحين اوجوج واغطي لكم باذن الله. قلت لكم كثيرين عارفينه وارسلوا لي انه هو هذا المطعم. يا هلا، اي نعم، هاكاسان، مطعم هاكاسان. المطعم عندهم قعدة خارجية، وهذا المدخل اللي من حق القعدات الخارجية، وكمان عندهم قعدات داخلية. بس الحين عادة القعدات الخارجية ما تفتح إلا في أكتوبر، الموسم حقه يبدأ من أكتوبر وبعدين. الحين أنا في هاكاسان ومعاي مدير الفندق باولو. هاي، بعلمكم بالضبط Only at وش هي بالضبط. Hi, good evening everyone. Welcome to Hakkasan here in Dubai. Today we are launching our Only At promotion. This is a campaign which is global for whole Hakkasans worldwide, and it's basically to celebrate 15 years of Hakkasan, which was launched in London in 2001, so 15 years ago. Yeah. So the menu is a creation which is exclusive for each region. So in Hakkasan Dubai, you will have items only found in and the inspiration comes from local ingredients, so local produce, as well as feedback received from guests from the menu. It's a seasonal menu, so we will operate every 3 months, coming up with new creations from the chefs, also specific for Dubai. Thank you, Paolo, for this short interview. Thank you. Tingling Lounge عم نقوم بتجربة ثقافية للأونلي آت منيو. عندنا ثقافيين موجودين ورح نقوم بجولة بالمطعم. المطعم بيتميز طبعا بالانتيريورز اللي له، عنده تقسيم خاص، وهيدا يميز هاكاسان مش بس بدبي، حول العالم. نحن مع باولو رح يفرجينا المطبخ والشفية وهن عم بيحضروا لنا الأكل. حلو، ممتاز، يلا معاي. وهذا كم مساحة المكان؟ شوي سألتهم عن كبر المحل لأنه فعلا كبير، هيوج زي ما انتم شايفين. سألتهم كمان عن القعدات الخارجية، قالوا يعتمد على الوذر اللي إن شاء الله في أكتوبر. والحين داخلين للمطبخ، بنشوف الآلية اللي يشتغلون فيها الشيفات حقون هاكاسان. اوكي، هذا الحين الشيف اللي بيعمل لنا الشيف. هلا مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله خير، الله يسلمك. هذا سكاي كبير الطهاة في هاكاسان اللي بيعد لنا المنيو اللي اسمها Only at. هاكاسان في غديات وعشيات، بس ما في فطور، وفي برانش يوم الجمعة يفتح للبرانش، بس أول ما كان يفتح غدا، صح؟ إيه، الحين صار يفتح غدا كل يوم. ومطعم هاكاسان من المطاعم اللي حاصلة على نجمة ميشلان، اللي هو الدليل لتقييم أفضل المطاعم في العالم. Duck bibimbap, mushroom with the foie gras, and a middle with the wagyu beef اللي هو and كبدة mushroom. البط. So it's a roast. الفوغرا كبدة الوز مش البط. طول عمري أحسبها البط، بس يعني سعيدكم مبارك. هذه زي البانكيك، الحين نلفها اوكي ونعملها كذا رول علشان يا الله ظلمة ما هو مبين.
almond. Sorry, no, it just left me. Almond and pistachio cream. I hope you enjoyed it. ثانك يو. يلا. يلا صحتين. هذا الحلا. وش اقول على المطعم مادح نفسه، مرحله بسبوسه وعليها برتقال، جنن، اطلبوها هذه كأنها برتقال وعليها بسبوسه، ما هي بصاحيه.